السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد في هذا الفيديو. وضع غامض لنجمين المنتخب الوطني قبل بداية كأس أفريقيا يناير المقبل. تعرض لاعب من ضمن اللائحة الموسعة لوليد الركراكي للإصابة خلال الإحماءات التي سبقت مباراة فريقه الشباب، وقد أعلن النادي السعودي عن إصابة قائد المنتخب المغربي رومان غانم سايس خلال تسخينات الفريق قبل المباراة التي تجمعهم بنادي الأخدود، وقد حضر الكابتن في التشكيل الرسمي للمدرب قبل أن يضطر لإسقاطه جراء الإصابة التي ألمت به. شهدت تشكيلة نادي ويست هام الإنجليزي غياب المدافع المغربي نايف أكرد عن مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد لحساب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويغيب الدولي المغربي عن مباراة للمرة الثانية على التوالي بعد وعكة صحية ألمت به لم يكشف النادي الإنجليزي بعد عن طبيعتها. يشار إلى أن نايف، أكرد وسايس متواجدان في اللائحة الأولية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس أمم أفريقيا الكوت ديفوار 2023.